ازيكم يا حبايب قلب مروكة في برنامجكم اللي هيكون مفضل ان شاء الله ورطة في المطبخ. لو انت بقى يا اختي الرز والمكرونة والاكل بيتحرق منك فما تقلقيش خالص، انت مش لوحدك. انا النهاردة جاية لكم عشان نتعلم سوا، ويلا بينا. النهاردة هنعمل مع بعض احلى واسهل والذ واوفر طريقة فراخ فرايد تشيكن هتعمليها في البيت، مش هتحتاجي تشتريها من بره خالص. بعد كده هنجيب فراخ. انا جايبه دبابيس، جايبه حجمها وسط زي ما انتوا شايفين كده. ممكن انت تجيبي اجنحه، ممكن تجيبي فراخ كامله زي ما تحبي. عشان الفراخ تبدا تستوي معاكي كويس وما يكونش فيها اي حاجه مش هنغزها كده، لا. احنا زي ما انتوا شايفين كده هنفصل اللحم عن العظم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. كده ايوه. هخلص بقى الكميه وهرجع لكم. هنا بعد ما خلصت كمية الدبابيس اللي معايا دلوقتي هنبدأ ننغز الفراخ عشان التتبيلة تخش جوه اللحم ويبقى طعمها حلو. زي ما انتوا شايفين كده هننغزها كذا فتحة. هخلص الكمية اللي معايا. وهنا بعد ما نغزناها عشان التتبيلة وهنا الفتحة بتاعة التسوية هنبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. معانا كركم ومعانا بابريكا مدخنة، معلقة كركم ومعلقة بابريكا مدخنة ومعلقة من البهارات بتاعة الفراخ. وهتحطي شطة لو انتوا بتحبوها، دي اختياري عادي. ومعلقة كمون ومعلقة من الجنزبيل المطحون. وكمان هنحط معلقة من الفلفل الأسمر والملح. هننزل بالتوابل بقى. بعد ما نزلنا بالتوابل بتاعتنا هنبدأ بقى ننزل بكوباية من الزبادي. الزبادي بتحطيه على حسب كمية الفراخ. انا هنا علشان الكمية بتاعتي مش كتير فحطيت كوباية بس من الزبادي. هننزل بقى بيه شوية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هنا بعد ما حطينا التوابل والزبادي والزيت هنمكس كل ده بقى مع بعضه. هنا بعد ما تبلنا الفراخ كويس، هو المفروض تسيبيها من بالليل هتديكي طعم احلى بكتير، بس انا علشان هعملها النهاردة فهسيبها ساعة بس ترتاح. هسيبها بقى ساعة وارجع لكم. هنا بقى هنبدأ نجهز الكفر بتاع تتبيلة الفراخ. هنجيب علبة هنحط فيها 3 كوبايات من الدقيق ومعاهم كوباية من النشا. وهنجيب كمان بولة هنحط فيها مية ساقعة، اهم حاجة المية تكون ساقعة. لو مفيش مية ساقعة عادي ممكن تملي مية عادية وتحطي فيها مكعبات تلج. هنحط بقى على الدقيق والنشا معلقة معلقة كركم وربع معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة من الملح. هنا بقى هنبدأ ننزل بالفراخ في الدقيق والنشا وهنغلفها كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هنبدأ ننزل بيها في المية الساقعة دي سريعا اهو كده بالظبط. وبعد كده هنرجع بيها تاني في الدقيق والنشا. هحط واحدة كمان. بعد ما حطيناهم في الدقيق مرة تانية هنغطي العلبة بقى، وعلشان تدينا شكل الكفر الحلو بتاع الفرايد تشيكن هنرج العلبة كذا مرة كويس قوي. الفراخ تاخد معانا كفر شكله حلو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنا بقى بعد ما سخنا الزيت هننزل بالفراخ، بس النار تكون هادية معانا علشان الفراخ ما تاخدش لون قبل ما تستوي. وبصوا بقى شكل الكفر حلو ازاي. هننزل بقى بيها في الزيت اهو. الفراخ عشان تستوي معاكي هتحطيها من 15 ل 17 دقيقة وبعد كده هتشيليها، بس اهم حاجة الزيت يكون مغطي الفراخ كويس. هخلص الكمية بقى وهرجع لكم. هنا بقى بعد ما الفراخ اتحمرت معايا بقى شكلها حلو ازاي ومقرمشه واخده كفر شكله حلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل.